السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في قناتكم المفضلة قناة تربية الدواجن مع ضياء القلاوي. زي ما وعدت حضراتكم دايما إن شاء الله بإذن الله في كل حلقة جديدة نقدم لكم معلومة جديدة تفيد حضراتكم ويكون بكم للأفضل. والنهاردة يا جماعة هنتكلم عن مرض خطير جدا بيصيب الكتاكيت أو بيواجهنا كلنا في أو معظمنا في أو الإصابة بيه في الاستقبال عند الكتاكيت. النهارده هنتكلم عن السالمونيلا يا جماعة، والسالمونيلا هو ميكروب بيصيب الكتاكيت، وممكن يصيب الفراخ الكبيرة، البط، يصيب الحمام، بيصيب العصافير، بيصيب جميع الطيور، بيصيبها في أي عمر مش شرط في الكتاكيت بس. طيب المرض ده بيجي ازاي؟ الأول في الكتاكيت يا جماعة المرض ده بيجي عن طريق إصابة المبيض بتاع الطيور عند تلوث قشرة البيض، ثم اختراق الميكروب لجسم البيض عبر مسامات القشرة، مما ينتج عنها كتكوت مصاب بالسالمونيلا، أو ينتقل عن طريق المعمل بسبب عدم النظافة والتطهير الجيد، أو عن طريق العربية اللي بتنقل لك الكتاكيت أيضا، يعني إيه بسبب برضو عدم النظافة والتطهير الجيد باستمرار للعربية أو للطرود المخصصة لنقل الكتاكيت، أو يكون بسبب عدوى موجودة في المزرعة أو عدوى تنقلها حضرتك للمزرعة بسبب عدم مراعاة الأمان الحيوي. والأمان الحيوي احنا اتكلمنا عنه ولسه هنتكلم عنه كمان. طيب يا جماعة من كده نفهم ايه؟ عايزك تبقى عارف ان دايما السالمونيلا يعني ايه لو ظهرت عندك قبل اليوم الخامس، فهي كده الإصابة من الكتكوت نفسه، أو الكتكوت جاي مصاب بالسالمونيلا عشان تعرف تفرق. لو ظهرت الإصابة عندك بعد اليوم الخامس فكده الإصابة من عندك في العنبر، سواء بقى العنبر بتاعك فيه عصافير، أو أنت ما طهرتش كويس وكان في سالمونيلا في الدورة السابقة، أو في طيور مجاورة مصابة بالسالمونيلا وعن طريقك انت نقلت العدوى. يعني انا اسف في اللفظ ان انت ممكن تدخل بحذاء او بالشبشب بتاعك بتدخل بيه عند فراخ تانية او طيور تانية او طيور موجودة في المكان، سواء بقى الاختلاط وانت طالع السلم وانت نازل قبل ما تدخل عنبرك كده، فبتاخد عدوى السالمونيلا وبتحطها في عنبرك تبدأ تظهر عندك الإصابة بالسالمونيلا دي بسبب نقل العدوى من مكان لمكان. يعني حضرتك لو ظهرت عندك السالمونيلا بشراهة قبل اليوم الخامس تقدر تطالب المصدر اللي انت جايب منه الكتاكيت وتقول له تعالى شوف مشكلتك، الكتاكيت فيها سالمونيلا. ما ظهرت بعد اليوم الخامس فبكده بتبقى عدوى عندك، لان هو ميكروب السالمونيلا بياخد من فترة حضانة من 3 ل4 ايام بالكتير قوي. فعشان كده لو جاي الكتكوت مصاب فبتلاقي الإصابة عندك في اليوم الثالث أو الرابع بتبدأ تظهر الإصابة عندك وبتكون ملحوظة. كمان أعراض بقى يا جماعة عشان تعرف أنت عندك سالمونيلا أو لأ في الكتاكيت بتاعتك. أعراض السالمونيلا يا جماعة بيلاحظ وجود كتاكيت مغمضة عينيها أو واقفة نايمة، أو زي ما بنقول بتنام وهي واقفة ومدلدلة راسها. طبعا ضعف في الشهية، صعوبة وكسل، تدلي الأجنحة. تجمع الكتاكيت بتاعتك بتلاقيها دايما متجمعة حوالين الدفايات أو اللمبات على حسب أنت ما بتدفي. المهم إن هي متجمعة حوالين مصادر التدفئة. طبعا لازم بتعلي درجة الحرارة أكتر من المطلوب، ممكن تعليها أكتر من المطلوب عندك بخمس درجات وست درجات على ما تبدأ يحصل انتشار، بس ما بيحصلش حيوية خالص. طبعا بتلاقي الكتكوت بتاعك بينكش في العلف في الفرشة، بياكل النعمة بس، وبينكش الحباية الخشنة طلعها بره. كمان بتلاقي ان الحصلة بتاعتك دايما فاضية، او بمعنى اصح يعني تمسك الحصية تلاقيها فاضية، هي تلاقيها معبية هوا ما فيهاش علف خالص. طبعا بيلاحظ وجود اسهال ابيض او ابيض مصفري زي ما بنقول، يعني ايه ابيض قطع الصفار كده حوالين فتحة المجمع او فتحة المخرج او المؤخرة زي ما بنقول، زي كل واحد ما بيسميها. آه، السالمونيلا بقى يا جماعة بتسبب لك عدم نمو في الكتاكيت، فرزة وصردة في القطيع، تفاوت في الأوزان، ممكن تسبب لك أنيميا في الكتاكيت عشان ضعف الشهية أو بسبب قلة الأكل. نشفان في الفرخ وانتفاش في الريش زي ما بنقول بالبلدي كده، يعني إيه مهيش على الفاضي أو شعره بس. المهم يا جماعة إن أنت لو لا قدر الله أصبت بالسالمونيلا أو جات لك كتاكيت مصابة بالسالمونيلا، تبعد عن الحقنة لحد ما تعالج كويس، لأن السالمونيلا الحقنة ممكن تنشرها بصفة كبيرة أو في القطيع كله.
كمان تحاول تعزل الكتاكيت المصابة. كمان تدي قبل أي علاج، قبل ما تدخل بالمضادات الحيوية لازم تدي مطهرات زي الفيركونيس، زي البتادين، زي اليود، جرعة أو سقوة 4 ساعات نص سنتي على حسب المطهر اللي أنت هتديه لمدة 3 أيام. كمان بقى تدخل على الأدوية الحيوية القوية اللي بتشتغل على المعوي. كمان ممكن الدوكس والكوليستيل لو ركزتوا بيجيب معاه نتائج كويسة جدا. الفلموكوين، الفوسفومايسين مع الأوفلو، الحاجات دي بتجيب نتائج كويسة جدا. آه، النمويسين بيبقى كويس بس لازم مع حاجة تانية علشان يشتغل معاك لو في إصابة أوكولاي. المهم ان انت بتشتغل على نوع واثنين وثلاثة مضادات حيوية قوية لمدة 3 ايام. كمان تضغط مع الكتكوت معاها يبقى 12 ساعة، وال 12 ساعة التانيين قلنا فيه 4 ساعات كمان عندك مطهر. كمان بقى تدي حاجات منشط للنمو، بكتيريا نافعة، الحاجات دي عشان تخفف معاك الإصابة والكتكوت بتاعك ما ينشفش. الخماير حلوة، العسل حلو، بس للأسف بتزود الإسهال، فأنت تشتغل على بايبروتيك بكتيريا نافعة أفضل بكتير في الموضوع ده، لحد إن شاء الله ما تعديها. ممكن بعد ال3 أيام 4 أيام تقدر تحول قطيعك ويرجع قطيعك للطبيعي، بس للأسف برضو بتسيب آثار في فراخ صغيرة أو كتاكيت صاردة معاك، أو كتاكيت بعد كده ما بتكبرش، أو مصابة بقى بتقزم، مصابة فيها انيميا، فيها جفاف، حاجات من دي بسبب الاسهالات. كمان ممكن تحط محلول معالجة الجفاف، ممكن تحط حاجات اللي هي بتساعد او بتدعم الكتكوت في التربية معاك عشان النمو بتاعك يمشي مظبوط. ان شاء الله بكده يا رب نكون اتكلمنا بصفة سريعة او بصفة مهمة، او فسرنا لك المرض، فسرنا اعضائه، اعراضه، وضحنا لك المشكلة ازاي تتعامل معاها. وان شاء الله باذن الله في حلقات جديدة جاية هنتكلم عن امراض اكتر ونوضحها اكتر عشان تكون ملم بالموضوع كله، وكده اقدر اقول لحضرتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في قناتكم المفضلة، قناة تربية الدواجن مع ضياء القلاوي. زي ما وعدت حضراتكم دايما ان شاء الله باذن الله في كل حلقه جديده نقدم لكم معلومه جديده تفيد حضراتكم ويكون بكم للافضل. والنهارده يا جماعه هنتكلم عن مرض خطير جدا بيصيب الكتاكيت، او بيواجهنا كلنا في، او معظمنا في، او الاصابه بيه في الاستقبال عند الكتاكيت. النهارده هنتكلم عن السالمونيلا يا جماعه. والسالمونيلا هو ميكروب بيصيب الكتاكيت، وممكن يصيب الفراخ الكبيرة، البط، يصيب الحمام، بيصيب العصافير، بيصيب جميع الطيور، بيصيبها في أي عمر، مش شرط في الكتاكيت بس. طيب المرض ده بيجي ازاي؟ الأول في الكتاكيت يا جماعة المرض ده بيجي عن طريق إصابة المبيض بتاع الطيور عند تلوث قشرة البيض، ثم اختراق الميكروب لجسم البيض عبر مسامات القشرة، مما ينتج عنها كتكوت مصاب بالسالمونيلا، أو ينتقل عن طريق المعمل بسبب عدم النظافة والتطهير الجيد، أو عن طريق العربية اللي بتنقل لك الكتاكيت أيضا، يعني بسبب برضو عدم النظافة والتطهير الجيد باستمرار للعربية أو للطرود المخصصة لنقل الكتاكيت. أو يكون بسبب عدوى موجودة في المزرعة، أو عدوى تنقلها حضرتك للمزرعة بسبب عدم مراعاة الأمان الحيوي. والأمان الحيوي احنا اتكلمنا عنه ولسه هنتكلم عنه كمان. طيب يا جماعة من كده نفهم ايه؟ عايزك تبقى عارف ان دايما السالمونيلا يعني ايه لو ظهرت عندك قبل اليوم الخامس، فهي كده الإصابة من الكتكوت نفسه، أو الكتكوت جاي مصاب بالسالمونيلا عشان تعرف تفرق. لو ظهرت الإصابة عندك بعد اليوم الخامس، فكده الإصابة من عندك في العنبر، سواء بقى العنبر بتاعك فيه عصافير، أو أنت ما طهرتش كويس وكان في سالمونيلا في الدورة السابقة، أو في طيور مجاورة مصابة بالسالمونيلا وعن طريقك انت نقلت العدوى. يعني انا اسف في اللفظ ان انت ممكن تدخل بحذاء او بالشبشب بتاعك، بتدخل بيه عند فراخ تانية او طيور تانية، او طيور موجودة في المكان، سواء بقى الاختلاط وانت طالع السلم وانت نازل قبل ما تدخل عنبرك كده، فبتاخد عدوى السالمونيلا وبتحطها في عنبرك، تبدأ تظهر عندك الإصابة بالسالمونيلا دي بسبب نقل العدوى من مكان لمكان. يعني حضرتك لو ظهرت عندك السالمونيلا بشراهة قبل اليوم الخامس، تقدر تطالب المصدر اللي انت جايب منه الكتاكيت وتقول له تعالى شوف مشكلتك، الكتاكيت فيها سالمونيلا. ما ظهرت بعد اليوم الخامس، فبكده بتبقى
عدوى عندك، لان هو ميكروب السالمونيلا بياخد من فترة حضانة من 3 ل4 ايام بالكتير قوي. فعشان كده لو جاي الكتكوت مصاب، فبتلاقي الإصابة عندك في اليوم الثالث أو الرابع بتبدأ تظهر الإصابة عندك، وبتكون ملحوظة. كمان أعراض بقى يا جماعة عشان تعرف أنت عندك سالمونيلا أو لأ في الكتاكيت بتاعتك. أعراض السالمونيلا يا جماعة بيلاحظ وجود كتاكيت مغمضة عينيها أو واقفة نايمة، أو زي ما بنقول بتنام وهي واقفة ومدلدلة راسها. طبعا ضعف في الشهية، صعوبة وكسل، تدلي الأجنحة. تجمع الكتاكيت بتاعتك بتلاقيها دايما متجمعة حوالين الدفايات أو اللمبات على حسب أنت ما بتدفي. المهم إن هي متجمعة حوالين مصادر التدفئة. طبعا لازم بتعلي درجة الحرارة أكتر من المطلوب، ممكن تعليها أكتر من المطلوب عندك ب5 درجات.